مساء الخير يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ شايفين البانيه الجميل ده؟ حلو قوي. وعاملين كمان حاجات صغيره زي الستريبس كده، جميله جدا. عملناها ازاي؟ بشرنا بصله غسلنا البانيه طبعا، وعصرنا ليمونه، وبشرنا بصله وملح وفلفل وحته قرفه، ولو عندك جنزبيل وكبابه صيني مطحونه، وقلبناه حلو خالص، وحطينا كوبايه زبادي وقلبناه وبقي جميل جدا كده. والزبادي حلو، بصوا جميل جميل، بصوا وتخين زي ما هو مستوي وحلو. وبعدين سيبناه في التتبيله دي يا دوب، وبدأنا نعمل تتبيله تاني في طبق تاني. نعمل عايزين حار بقى او سبايسي، وعملنا معلقه كاتشب، معلقه مايونيز، معلقه زبادي، وخلطناهم بنص معلقه شطه يعني حاميه، ولو حبه سبايسي. وبدأنا ناخد واحده واحده ونحط في السبايسي ده ودقيق، وبعدين بيض وبقسماط اهو. والبقسماط حطينا عليه معلقتين دقيق عشان يبقى فاتح شويه اهو. شايفين يا حبايبي؟ عاملين الستريبس او البانيه بالدقيق، تبلناه بالدقيق بعد ما تبلناه بالملح والفلفل والليمون وبهارات وقرفه وجنزبيل. ما عندكيش بهارات حطينا قرفه وجنزبيل وملح وفلفل وخلاص. ممكن حته كبيبه صيني. وتبلناه بالدقيق. بعد ما تبلناه الاول وتحيق، بعد الدقيق بنحط في البيض وبعدين في البقسماط اهو. جميل جدا اهو اهو. شوفوا جميل ازاي. الدنيا اتبهدلت حوالينا عشان البقسماط، هننضف حوالينا اهو. جميل جدا اهو اهو. باخدها بالشوكة احطها في البيض، وبعدين باخدها في البقسماط عشان ايدي متغرقش بقسماط واهو. جميلة جدا. شفناه لما طلع جميل. هنحمر دول وهنشوفهم لما يطلعوا. ستريبس عملناه البانيه وقطعناه، وبرضه حلو كبير مش صغير، بصوا كبير مش صغير. عايزة تصغريه عن كده صغريه، بيطلع لونه فاتح جميل جدا وحلو، وعمل له شخصية. الدقيق والبيض والبقسماط جميل قوي اهو. ارخص من بره واحلى، ويعمل معاكي كمية. ده نص كيلو، شوف قد ايه، بسم الله ما شاء الله. ولسه هنكمله. الراجل قطع صدر الفرخة حتتين جنب بعض، قسمناهم اهو. بيدي حتت كبيرة اهي، جميل اهي. قسمناها نصين صدر الفرخة اهو. وتخينة جميلة وبيستوي. نحطه في زيت كريستال عباس شمس وهنحمر. ولو جنبه خضار ورز وسلطة، انا عندي خضار ورز عاملاه من امبارح، وهنعمل سلطة وكاتشب مايونيز. اعملي جنبه مكرونة، عملنا من يومين وعملنا جنبه مكرونة سباكيتي جميلة جدا، والبصلة والثومة. وحطينا الطماطم استوت فيها، ومعلقتين معجون طماطم وصلصة هاينز حلوة ليها طعم حلو، وحطيناها مع الطماطم والبصل. بعد ما صفرنا البصلة والثومة وحطينا الطماطم وحطينا معلقتين الهاينز واستووا، وحطينا مكرونة سباكيتي وكانت طعمها تحفة مع الستريبس اهو. احلى من بره. لو هتجيبي الشوية دول ب 300 جنيه جاهزين، ويقولك مع رز ريزو 300 جنيه اهو. خلي بالك لما تسيبيه دقيقتين بيلزق الدقيق في بعض. طلعيه تحطي دقيق تاني تبليه اهو. كمية وفرة وجميلة جدا، ويعمل معاكي كمية نص كيلو تأكلي 4 أفراد وزيادة. هنرش عليه شوية دقيق تاني عشان مسكوا ببعض. يلا هنكملهم بيض وبقسماط علشان
نخلص ونحمره. يلا بالهنا والشفا. اهو حطينا في البيض، وبعد البيض حطينا في البقسماط اهي. ممكن عايزة تدوسي بيها بايدك كده. جميلة جدا وتخينة وحلوة اهي اهي، جميلة جدا اهي، شايفين؟ حلوة حلوة. بانيه طازة جايباه من الراجل وضمناه وعارفاه احسن من بره. عاملينهم ستريبس رفيع جدا، وبيقولك ال5 حتت ب100 جنيه ولا بكام، والكام حتة بكام. وطبقين رز، ويقولك الأكلة كام حتة بكام. طب على ايه؟ اهو اهو حطيناها في البيض، بناخدها بعد الدقيق بنحطها في البيض، وبعدين البقسماط اهي زي الفل اهي. بعدين هنحمرها. لو عايزه تخفي لون البقسماط حطوا عليه شويه دقيق شويه اهي اهي زي الفل. هيرمي معاكي كميه نص كيلو اهو. لو عايزه ترفعيه طبعا الستريبس ارفع من كده، بس انا مرضتش ارفعها، مخليها الحته ايه، قسمتها نصفين بس اهي. المره اللي فاتت عملت لهم ستريبس، يعني عملت لهم حاجات طوليه وبرده فردت وبقت حلوه. وعايزه تحطي الشطه زي ما قلنا تبقى سبايسي، حطي توابل في البقسماط او في البيض او هي ني اهي. يلا هنشوف. اعتبريه بانيه، اعتبريه ستريبس، عايزه تقرمشيه وتحمريه على الزيت بعد ما يسخن، توطي وتحمري، هيقرمش معاكي ويبقى جميل وطري من جوه. يلا بالهنا والشفا، هنشوفها لما يطلع. يا حبيبي عملنا كمية حلوة اهو يا حبايبي، عملنا كمية حلوة اهي اهي. بانيه وبفتيك، بفتيك حلو اهو، في شرايح طلعت كبيرة حلوة اهو. هنروح نحمر في الزيت في الطاسة بتاعتنا، ولسه عندنا كمية بفتيك اهي. انا حبيت اعرف حبايبي السوريات والعراقيات صديقاتي حبايبي على البفتيك المصري. اللحمة هي من الجزار متبلينها، وبنحط في الدقيق وبعدين البيض وبعدين نحطها في البقسماط، تبقى البفتيك وتحمريها في الزيت. بتجنن، حلوة قوي قوي قوي. جربوا الاكلة دي، البفتيك المصري والبانيه المصري، اكيد انتوا بتعرفوه السوريات. البانيه المصري بتعملوه كمان السوري في الدقيق وبيض وبقسماط، ومتبلينه بالبصل ملح وفلفل وليمون، بهارات، رشة جوز الطيب، وحطينا كمان اللي يحب قرفة جنزبيل كده. يلا وهنحمره ونشوفه لما يطلع. حبايبي بنحمر البفتيك والبانيه جميل جدا بالهنا والشفا اهو. اللي طلع جميل قوي بفتيك اهو اهو، شريحة بفتيك استوت وجميل بالهنا والشفا. اعملوها بالطريقة دي وجربوها حلوة قوي. وعملنا هنا صوص الطماطم، سلقنا المكرونة الاسباجيتي هي بتاعتنا، عملنا لها الصوص، صفرنا بصلة، حتة زبدة، معلقة زبدة، ويا دوب لونت كده ريحتها طلعت، وحطينا الطماطم وبنسويها اهي. استوت جميلة جدا. حطيت ملح وفلفل وحتة بهارات وقرفة وجنزبيل، وهنحط المكرونة اهي اتخنت وبقت جميلة. يلا هنحط المكرونة اهو يا حبايبي. خلطنا المكرونة بالجنن، بس الكاميرا مش عطيها حقها في اللون، تحفة تحفة الصوص فيها. يلا وادي البفتيك والبانيه طلع اهو، مش باين من الكاميرا. جميل 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 اهو، فاتح وحلو حلو قوي بالهنا والشفا. يلا بالهنا والشفا. يلا يا حبايب جميل قوي اهو بالهنا والشفا، بس الكاميرا عشان الاضاءة خافتة. جميل قوي، طعم
لذيذ. اهو بنكمل تحمير الباقي بالهنا والشفا. اهو الحاجات اللي متبلينها اهو، انت ما عرفنا الطريقه تتباع بطريقه حلوه قوي وجربوه بالهنا والشفا. متنسينيش اللي عامل اشتراك في القناه يعجب بالفيديو، اللي مش عامل اشتراك لسه ومش عارفني انا ميرا يعجب بالقناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد ويعجب بالفيديو. شير كتير يا جماعه، واللف الحلو بتاعكم والشير، وميرسي كتير، وحشتوني. يلا ربنا معاكم. والمكرونه الحلوه هننقل اكلنا. يلا اهو البفتيك وبالهنا والشفا والسلام.